طالب خريج بتدور على شغل، فالفيديو ده ليك. النهارده هنتكلم انت طبيعي اول ما انت مثلا سواء انت طالب او خريج عموما، فانت اول حاجه واجهه انت بتفكر فيها ان انا اخد كورسات. طب انا ايه الكورسات اللي انا اخدها؟ نزلنا فيديو قبل كده عن الكورسات واهم الكورسات اللي انت المفروض تاخدها. وطبعا انت لو عايز حد تظبط لك وقتك عشان تساعدك ان انت تنظم بين الكورسات، فهيكون عن طريق كورس نوشن اللي نزل برضو. هو 45 دقيقة هيفرق معاك كتير جدا 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 يعني. طب احنا هنعرف النهاردة هنعمل ايه. هقول لك ليه ما انا ترشيحي الشخصي، ابعدوا عن كورس اي سي دي ال الا في حالة واحدة ودي ممكن نعمل فيها. كورس اي سي دي ال بيتكلم عن ايه؟ ليه ما اخدش كورس اي سي دي ال؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. هننزل فيديوهات كتير عن تطوير الذات واهم الكورسات انت المفروض تاخدها في فتره الكليه، وهنحاول نشرح بعض الكورسات، وهنكون معاك في فتره الكليه. ولو حد ليك حد في الثانويه فاحنا هنحاول ننزل فيديوهات للثانويه برضه عشان نوجههم ازاي يبداوا عن الجامعه. فخلينا نبدا دلوقتي. لايك وسبسكرايب يلا عشان يوصل كل جديد ويلا. كورس اي سي دي ال ده اختصار لانترناشونال كمبيوتر درايفنج لايسنس، الرخصة لقيادة الحاسوب بمعنى صح. ليه طيب ما اخدش كورس اي سي دي ال؟ هقول لك. كورس اي سي دي ال كان مهم جدا جدا جدا، ان انت تاخده كان حاجة اساسية، وبعدين تتنقل للكورسات اللي بعدها زي مثلا مايكروسوفت مثلا وام او اس والحاجات دي. في الاول كان الكورس ده مهم. الكورس ده سنة بيبقى عبارة عن ايه عشان بس نفهم السبب سنة بقول ليه لا. كورس اي سي دي ال ده اول حاجة هو بيشرح لك ازاي تتعامل مع الكمبيوتر ومع الويندوز ازاي. تاني حاجة هو بيشرحها لك، هو بيشوف اللي هي انت ازاي تتعامل على النت، على اللاب. يعني مثلا الكمبيوتر بتاعك ازاي تستخدم الانترنت مثلا، ان انت تبحث عن حاجات، ان انت تعمل كده. ويديك نبذة بسيطة عن كورسات اللي هي مايكروسوفت، اللي هي اكسل وورد وباوربوينت والحاجات دي. وهو بيعمل كمان بيديك نبذه صغيره خالص عن الاي تي. فاللي هو انت بص، انت كلها حاجات بسيطه، نبذه 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 بسيطه. ده الكورس ده ليه كان بيعملوه؟ ليه الكورس ده اصلا كان مشهور جدا زمان واي حد لازم يقدر ياخد اي سي دي ال؟ اولا زمان الكمبيوتر والتليفونات والحاجات كلها لسه طالعه، فده زي بيعلمك ازاي ان انت تستخدم الكمبيوترات، وازاي يبقى ليك ان انت كونكشن مع التكنولوجيا الموجوده وكده. لكن انت دلوقتي احنا في 2025 مفيش حد ما بيعرفش يستخدم كمبيوتر، مفيش حد ما بيعرفش يستخدم ده الا في ناس عادي ما بتعرفش تستخدم كمبيوتر. لو انت زيرو كمبيوتر مش عارف اي حاجه في الكمبيوتر خالص، فانت خد الكورس عادي مفيش مشكله، وبعدين نخش في مرحله متقدمه مثلا ادفانسد بعدها. لكن لو انت عندك خبره بالكمبيوتر والجو ده ويعني ايه، بتعرف تستخدم الكمبيوتر كويس، فانت ممكن ان انت تخش على الكورس اللي انا هقوله ده على طول. طب انا برشح كورس ايه؟ ام او اس، مايكروسوفت اوفيس سبيشالست. الكورس ده بيتكلم عن الاكسل والوورد والباوربوينت والاوتلوك كده، بس بطريقه ادفانسد متقدمه، تخليك انت فعلا متخصص في البرامج دي. فدي لو انت عايز تشتغل وعايز تظبط شغلك، فانت الاي سي دي ال مبقتش كفايه. لو انت خدت اي سي دي ال فانت لازم تاخد ام او اس، لان هو اي سي دي ال حاجه بسيطه، حاجه بيزك يعتبر، يعني زي اساس كده اهو انت بتبني عليه عشان توصل لحاجه عاليه، فهو بقاش كافي. طب هو اساسا عموما كورس اي سي دي ال اساسا عموما ده بيكون في رينج كام؟ بيتراوح ما بين 500 ل 2000. ده بيكون سعر الكورس. انت لو انت مش عارف حاجه في الكمبيوتر وعايز تاخده مفيش مشكله، فاهم انت؟ وبعدين تبدا بقى تخش في الام او اس، لان انت هو الاي سي دي لوحده مش كفايه. طب هو بالنسبه لمايكروسوفت اوفيس سبيشاليست الام او اس، الكورس ده مهم جدا. انت ما ينفعش تتخرج اساسا من غير، حتى لو انت اتخرجت وكده، فانت لازم ان انت تبدا تدور ان انت تاخده. ومش ان الكورس بيتنسى، الكورس لازم انت لو ما عملتش عليه تريننج على طول وان انت اكسرسايز على طول،
الكورس هيتنسى، لان في حاجات كتير وبتاع، فانت اللي هو دماغك هتفصل منه. فلازم لو انت حتى واخد كورس MOS او مايكروسوفت، فانت لازم انت تعمل تريننج على نفسك على طول، لازم تفكر نفسك على طول، تحاول تعمل اكسرسايز، تحاول تستخدم البرامج دي، لان انت انا متاكد لان الموضوع ده حصل معايا انا كمان. نسيته، انا حرفيا ما كنتش فاكر اي حاجه في الكورس اصلا بيتكلم عن ايه. فعموما ده اللي احنا، ده السبب ان انا بقولك ما اخدش كورس ICDL. الكورس بالنسبه لكورس مايكروسوفت، انا هحاول اشرح لك الكورس الكونتنت بتاعه بيبقى عباره عن ايه بالتفصيل ممل، بس في فيديو لوحده عشان ما ادخلش بس الدنيا في بعضها. خلي هنا الكورس ده ICDL بس. واستغلوا الفتره بتاعت الجامعه بجد بجد بجد، ان انتوا تاخدوا كورسات وشهادات مهنيه. الشهادات المهنيه هتعلي قيمتك في سوق العمل جدا. ولو انت وكورسات، انا عارف ان في ناس حاولت تقدم في تريننج وكده، والتريننج اللي هو للاسف ما اتقبلتش. هو ما فيش واسطه ولا اي حاجه، هو ممكن الواسطه ليها تاثير، بس اللي هو في ناس كتير قبلت عادي من غير واسطه جدا. فما تحكمش دماغك ان هي لازم واسطه وكده. وربنا يوفقكم ان شاء الله في حياتكم الجايه والعمليه. الكورسات والتريننج مهم، والكورسات مهمه، والشهادات المهنيه اهم واهم اهم، لان دي اللي هتديك قيمه في سوق العمل. وللاسف هتضطر انت تبقى فاكر بعض المحاسبه، لان هتكتشف انها ليها مهمه حتى بعد انت بعد ما انت تتخرج، هتلاقي ان انت لازم حد مهمه بالنسبه لك. طب انا حابب انهي الفيديو هنا اهو عشان ما نطولش عليكم برضو. هنتكلم عن المره الجايه عن كورس MOS وليه تاخد كورس MOS، وتفاصيل عن الكونتنت اللي فيه. وهنحاول بقى نخش ازاي تستغل فتره الجامعه، ازاي تعمل حاجات مهمه في فتره الجامعه، ازاي يعني لو انت حرفيا ازاي تكون صحاب فترة الجامعة. لو انت اي حاجة في فترة الجامعة فانا هكون معاك، واحاول نهتم بالكونتاكت اللي هو الثانوية عامة، الناس اللي لسه طالعة، عشان ايه نفهمهم الدنيا كده. ولو انت متخرج هنحاول في كورسات، هننزل فيديو اهم الكورسات اللي انت تاخدها بعد ما تتخرج من تجارة او بيزنس او اي كلية عموما. هتلاقي حد مهمة جدا لو انت بتشتغل في شركة. لا تنسى سبسكرايب عشان يوصلك الجديد، واتمنى اشوفكم في فيديو تاني.